السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يا جماعة أنا قايمة، دماغي رايقة الحمد لله رب العالمين، ألف حمد وشكر. أنا دماغي النهاردة رايقة ومحتاجة أكلة كمان تروقها زيادة، والأكلة دي الشاورما. أنا من عشاق الشاورما اللحمة، اللي بيحب الشاورما واللي بيفهم في الأكل بصراحة هي الشاورما يعني لحمة. تمام. انا بس قلت كده ايه، افطر الاول. كنت عامله امبارح كيكه سينابون تحفه. اللي عايز الوصفه يقول لي في التعليقات وانا هعملها له. قلت افطر الاول تمام واقول لكم الاكله بتاعتنا النهارده، واقول لكم برضو نحضر ايه. انا جايبه لحمه بفتيك. تمام، طبعا بتبقى من قطعيه، يعني في قطعيه مخصوصه للحمه البفتيك. تمام. انا جايبه النهارده نص كيلو خلاص، والمكونات هوريها لكم دلوقتي. طيب بصوا يا جماعه، انا في حوارات كتير قوي وتجارب كتير قوي مع الشاورما. عملتها، شفتها كتير قوي من على اليوتيوب، اللي هي بالستيك اللي في البطاطس والستيك اللي في البصلايه. كل ده ما بينفعش وكل ده بيفشل خلاص، وما بيدينيش الطعم بتاع الشاورما بتاعت بره. تمام. والشاورما بصراحة حواراتها كتير قوي. فأنا بعد كل التجارب دي اكتشفت الوصفة دي. والوصفة دي افتكروا بعد مثلا كام شهر، مش هقول سنة، كام شهر، اني انا دعاء المغازي هي اللي عاملاها خلاص. لان انتوا هتشوفوا النتيجة بنفسكم وهتدوقوها. الموضوع بسيط والمكونات مفيش اسهل منها. انا جايبه نص كيلو اللحمه البفتيك خلاص. ومعاها الدهنه دي. تمام. دي دهنه من بيت الكلاوي، انضف دهنه في الذبيحه خلاص. انا بجيب حته كده وبقول للجزار ان هو يدهني قطعه علشان انا اللي اقطعها، عشان ما يخليها ليش مكعبات. انا مش عايزاها مكعبات في الوصفه خلاص. ملح وفلفل على نص كيلو. ممكن نقول معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة خلاص. ودي برضو معلقة ملح. تمام. ودي الفنجان ده فنجان الا ربع خل. خل بيور مفهوش مية. احنا لسه هنحط تاني حبة مية بس مش دلوقتي. تمام. دي المكونات، شفتوا مفيش اسهل منها. كام مكون؟ 3 خلاص، مع حتة الدهنة دي بس كده. اللي هعمله دلوقتي هطلع البفتيك ده او اللحمه الطرنشات دي، هدقها كويس كويس جدا، ونخلي بالنا من الاطراف كمان تدق كويس قوي. وبعد ما بتدق هقطع برضو حته الدهنه دي طرنشات، هوريها لكم طبعا طرنشات كده، انا عايزاها طرنشات خلاص. وهحط اللحمه اللي هي مدقوقه مع الطرنشات بتاعه الدهنه في بوله، واحط معاهم الخل والملح والفلفل، وهستنى عليهم ساعتين في التتبيله. تمام. مش هنحط اي حاجة تانية، مش هنحط مية بصل، مش هنحط بصل، مش هنحط اي حاجة. دلوقتي يا جماعة انا عملت اللحمة. تمام، عملتها دقيتها يعني. تمام، واديتها شطفة كده. تتفقوا او تختلفوا معايا ان اللحمة ما بتتشطفش او ما بتتغسلش، هي شطفة بسيطة جدا، علشان يعني من ايد الراجل حاجة وقفت عليها عند الجزار، رغم ان هو برضو جزار نظيف وكل حاجة، بس برضو الامر ما يسلمش. عشان اعرف اكل الحاجة بنفس انا بعمل كده. تمام. والدهنه اللي قلت لكم عليها اتقطعت كده طرنشات كده. اللي هيحصل دلوقتي ان انا هحط الخل خلاص، والملح والفلفل خلاص. وهحط بقى معاهم الدهنه، بس الاول يعني ادمج الاول اللحمه مع الملح والفلفل والخل كويس جدا، وبعد كده احط معاهم الدهنه خلاص. كل ده هيتحط مع بعضه وهيتحط في التلاجة ساعتين. يعني لازم، يعني لو هتعمليها من قبلها بليلة كمان هيبقى حلوة جدا. تمام. هخلص الموضوع ده وارجع لكم تاني. هنا بقى احنا هنحط مع الحاجات دي المية اللي قلت لكم عليها، نص كوباية مية خلاص. نخلط كله مع الخل والملح والفلفل. ما حطيناش ليه توابل علشان نحس بطعم اللحمة، مش عايزين اي حاجة تغطي على طعم اللحمة او طعم الشاورما الاصلي خلاص. دي حاجة. تاني حاجة ممكن تحطي بدل الدهنة دي بتلكلاوي، لو عندك دهنة
قطعيها ترانشات، هتدي طبعا تيست اعلى بكتير قوي، وهتديكي طعم الشاورما. بس احنا عشان ما بنحبش اللية ولا طعمها بصراحة، فبحط الدهنة دي، بتدي برضو طعم حلو قوي قوي. احنا دلوقتي هنغطيها ونسيبها في التلاجة ساعتين، وانا بعمل بقية الوصفة هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، دلوقتي عدى ساعتين، يمكن ساعتين ونص كمان. خلاص، والمفروض ان اللحمة كده اتبلت حلو قوي وشربت من التتبيلة كويس قوي. عندكم طبعا في الفرن السيخ بتاع الشوي بتاع الفراخ ده، تمام. احنا هنحط اول واحدة، اول مشبك من ده هنثبته كويس، وبعد كده هنسيخ اللحمة. هنسيخ حتة لحمة، ولو هي كبيرة ممكن تتنيها على 2، عايزة تقطعيها قطعيها. هنرص ونحط حتة دهنة، نحط حتتين لحمة وحتة دهنة بالترتيب كده، وفي الاخر هنحط المشبك التاني. تمام، انا هعمل ده كله خلاص وهرجع لكم تاني. اهو يا بنات، بصوا يا جماعة، انا سيخت خلاص اللحمة، قطعتين لحمة. تمام، القطعة زي ما قلنا لو القطعة كبيرة يقسميها بالمقص حتى عشان ما تتهربتش معاكي. خلاص، قطعتين وقطعة دهن لو انت عندك ليا حطي، ومسكتها بالمشبك التاني. خلاص كده، انا كل اللي هعمله دلوقتي علشان اسويها وما تبقاش نية، هحطها في ورقة زبدة وفوقيها ورقة فويل، وهقفلها، وهحط السيخ في الفرن، وهفتح الشواية والفرن من تحت ومن فوق. خلاص، يعني هفتح من فوق ومن تحت في الاول حتى لحد ما تستوي. وطبعا انتوا عارفين ان السيخ ده بيلف، خلاص يعني هتستوي من كل النواحي، وبعد كده نبقى نشيل الفويل ونحمرها. بصوا كده، انا كده حطيتها ولفتها بالفويل وفاتحه الشوايه وفاتحه من تحت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بتلف ازاي. انا هسيبها كده في حدود ساعه خلاص، وهفك الفويل وبعد كده هسيبها تتحمر وهي برضو بتلف في مكانها. بصوا يا جماعه، هو دلوقتي احنا وصلنا للمرحله دي. انا شلت ورقه الفويل تمام، وحطيت صينيه تحت اللحمه فيها بصل جوليان وطماطم جوليان برضو، ورشيت عليهم ملح وفلفل، قلبت الخضار في الملح والفلفل. انا عايزه دلوقتي كل السوائل اللي هتنزل من اللحمه هتنزل على الخضار ده. تمام، طبعا انتوا شايفين الجمال والطعامه، واللحمه عماله تنزل الدهون بتاعتها على الخضار اللي محطوط تحت. هي تقريبا كده استوت، فانا هشيلها هقول لكم هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، انا طلعت خلاص سيخ الشاورما، وبصوا متحمره ازاي كلها، شايفين؟ والريحه مش قادره اقول لكم بقى على الجمال. شايفين الدهون عملت ازاي، ومنزله بقى كل الصوص بتاعها على اللحمه. واحنا دلوقتي هنشيلها وهنقطعها على الخضار ده، ونديهم بس كده تقليبه على النار علشان كله يتجانس مع الخضار واللحمه والدهون، وكله يتجانس مع بعضه. انا كده يا بنات خلصت الغدا. عملت بس حبه بطاطس محمرين، وعملت سلطه الطحينه. طبعا دي الشاورما. تمام، وريحه الشاورما طبعا انا قطعتها زي ما قلت لكم، وحطيت الخضار عليها وقلبتهم مع بعض. لو انت شايفه ان هي محتاجه ملح، انت حسب ذوقك في الملح. تمام، وعملت لكم كمان اهو قدامكم سندوتش اهو. تمام، اهو هنحط عليه حبه طحينه، والف هنا وشفا على قلب اللي هياكل. نفسي والله يا جماعه تجربوا الوصفه دي، تعجبكم جدا، وانضف طبعا من شاورما بره. لحمه بلدي، اكيد اللي ورا دي مش هتبقى بلدي، اكيد مش هتبقى بنظافه البيت. هي ممكن تكون خطواتها كتير شويه، بس مكوناتها قليله جدا. زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو 3 4 مكونات وخلاص على كده. وان شاء الله باذن الله الوصفه دي انا عايزاها تطلع ترند، لاني انا تعبت عبال ما وصلت للنتيجه دي. النتيجه دي بتاعه سيخ الشاورما اللي في الشارع، وعن تجربه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه وتطلعوها ترند، وده اول مره اطلب الطلب ده. وان شاء الله باذن الله اتفرجوا على القناه، الوصفات اللي جايه هتبقى احلى واحلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.